كلما تفوق المغرب في شيء كلما انفضحت الجزائر في شيء آخر. تدبير من رب العالمين. اي واحد حيدو زنت بيدو دار ودرا انما فرفش 10 دار ونادى. كلما جاء تفوق مغربي تأتي فضيحة جزائرية. كذا تزامن من رب العالمين. كلما تفوق المغرب في شيء كلما انفضحت الجزائر في شيء آخر. تدبير من رب العالمين. اليوم يعني انها لحظه تاريخيه في اقليم الحاج، ويمكن على الصعيد الوطني لانه يوضح بالجلي والملموس يعني ذاك بالذكاء الاصطناعي، ذاك الذكاء المجال من خلال يعني احداث واحد المشروع اللي هو مشروع ديال النقل المدرسي الايكولوجي. شوفوا باش نوريكم شويه، باش نوريكم. النقل الايكولوجي، تأمين مع العلف ديال البهيمة اللي غادي تقوم بجر هاد القافلة هذه. اي شد روحكم مليح. 150 حافلة نقل مدرسي ذات 24 مقعدا للحافلة هو مجموع المركبات التي تم تسليمها بالشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقي في ولاية تيارت. ولقد راعت في تصميم هذه الحافلة كل معايير السلامة والرفاهية. مثلا قمنا بتركيب مقاعد مقاومة تري ريزيستانت. درنا في المقاعد دي سانتير دو سيكوريتي تاع ا 3 بوين، وذلك دائما في هذا المجال للحفاظ على السلامة تاع التلاميذ. تأتي هذه العملية تجسيدا لسياسة الدولة الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بشراء 3500 حافلة مدرسية لكل المدارس الابتدائية الموجودة على قطر الوطن. وبالنسبة لشركة صفاء تحصلت على نسبة 1000 حافلة، وهذا ما يخص فك العزلة على كل المدارس موجودة في قطر الوطن. ومع نهاية السنة الجارية سيكتمل النصاب بتسليم 500 حافلة من الصيغة نفسها. ويو